السلام عليكم خواتي العزاز، مرحبا بكم عندي على قناتي. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. خواتي العزاز، كما كنتوا تشوفوا معايا اليوم راح نشارك معكم وصفه من وصفاتي. اليوم راه عندي هنايا لحم دجاج مفروم، يعني بولي اشي. هذا الدجاج ملحي. راح نزيد معاه كميه تاع المعدنوس. ندير معاه كميه تاع المعدنوس بهذه الكيفيه. نزيد معاه طبيعة الحال كمية تاع الملح. ونزيد معاه طبيعة الحال كمية تاع راس الحانوت بهذه الكيفية. عفوا، هذه قرفة ماشي راس الحانوت، كمية تاع القرفة وكمية تاع راس الحانوت بهذه الكيفية. وكركم، قليل من الكركم، شوية تاع كركم، هاي لك شوية تاع كركم. طبيعة الحال راح نزيد معاها حبة، ماشي حبة بيض، حبة تاع بيض هدية. راح ندير منها كمية قليلة. هي راح نزيد كمية تاع حبة تاع بيض ما يعادل هكذا كما كتشوفوا، غير كمية قليلة. ما حبة تاع بيض ما راحش نديرها كامل باش ما تجيش معنا لا فاكس هذه جارية بهذه الكيفية. هنا نجي نخلط مليح مليح. طبيعة الحال دوك نستعمل يدي نخلطها مليح مليح ونوريكم كيفاش نكملوها معنا. خواتي العزاز، هنا نسيت ما قلت لكمش كميه تاع الثوم. ها هي الكميه تاع الثوم. راني نصور، راني مريضه على كل حال، راني ننسى، راني يعني مانيش صحيحه. راني نصور وراني مريضه، ما كنتش راح نصورها يعني الوصفه. بعد قلت لا غنشاركها معاهم باش ما نغيبش عليهم ونشارككم الوصفه. المهم نخلطوا هذه كامل مليح مليح هكذا. ومن بعد واش ندير؟ نجيب كميه تاع البيض. انا كنت هنا غليت 3 حبات بيض، وانتم على حسب العدد الافراد تاعكم. عندكم يعني الغاشي في الدار ديروا 4 5 حبات بيض وقطعوهم بهذه الكيفيه، قطعوهم هكايا. المهم تجيبوا بعد ما خلطوا هذوك التوابل والملح كما قلنا والعكري عفوا العكري قلت لكم عكري وانا العكري ما درتوش كاع. يعني بعد ما خلطنا كل التوابل، راس الحانوت، الكركم، القرفة والثوم، الملح وشويه تاع بيض والمعدنوس والثوم، نجو نجيبوا كميه هكا تاع اللحم المفروم هكذا، ونحكم قطعه تاع البيض اللي كنا ديجا قطعناها بهذا الشكل. وشوفوا كيفاش، وندور عليها هكذا، نغلق عليها هكذا بهذه الكيفيه. اذا خصنا منا كما راكم تشوفوا نحكم كميه من هذاك الحشو اللي كنا درنا، هاد لافاكس اللي درناها تاع اللحم تاع الدجاج المفروم، ونشكل كريات بهذه الكيفيه ونحاول نغلق بهذه الكيفيه. شوفوا معايا بهذه الطريقه، نسقمها يعني نديرها على شكل دائري مليح. ها هي جاتني دائريه بيضاويه شكلها شباب. غطيت كاع هذيك الحبه، نص حبه تاع بيض، عفوا البيض انا قطعته على خاطرش ما درتش حبه كامله هكذا. وتشكلوها ديبوله كيما هذوما كريات بهذا الشكل وتحطوهم بجيه. انا نكمل كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه ونعاود نولي لكم. خواتي العزاز، كيما راكم تشوفوا معايا، ها هي الكميه اللي درتها معاكم وكملت كل الكميه تاع لا فيونداشي الدجاج مرحي اللي كان معايا. درت له البيض لداخل وغلفته باللحم المفروم تاع الدجاج. ها هو نحطوه بجيه. واش ندير؟ نروح نجيب طنجره تاعي طنجره ونحط فيها شويه تاع البصل، ندير فيها كميه تاع البصل نقطع رقيق، نحط فيها كميه تاع البصل، نزيد معاها كميه تاع الزيت ونخليها تتقلى على نار هادئه. ها هي كميه تاع الزيت ما يعادل 3 ملاعق هكذاك، ونخليها تتقلى فوق النار. دوك نوريكم كيفاش تكملوها. تشوفوا معايا بعد ما تقلى هنايا البصل، راني زدت معاه ملعقه تاع الطماطم مصبره، طماطم حولب نحطها هنايا ونخليهم يتقلاو مع بعض.
في نفس الوقت هذاك التوابل اللي تبلنا بهم اللحم نتبلو بهم المرق تاعنا. نديرو كميه تاع راس الحانوت، ونديرو كميه تاع قرفه، كميه قليله ماشي كثيره، وكركم، ونمرقو مباشره. نمرقو بزاف، ندير غير كميه تاع الماء خفيفه باش ما تحرقليش، باش ما يتحرقوليش هذوك التوابل، نخليهم يتقلاو في غلبهم هكذايا. ومن بعد باش نزيد نعاود نمرق ونحط هذوك، نعاود نمرقها، نخليها تتقلى شويه، نعاود من بعد شويه نعاود نمرقها حتى لهنا كميه تاع الماء باش نحط فيها هذوك القطع تاع اللحم المفروم، اللحم المفروم اللي كنت ديجا درتو في وسطو البيض، ونخليهم يطيبوا. قبل من هذا كامل انا كنت وجدت كميه تاع كرافس، دوك نوريها لكم، قطعتها باش نزيدها معاهم يطيب كي يطيب الكرافس باش ندير هذاك اللحم. هنا خليها تتقلى شويه. كيما راكم تشوفوا معايا، شوفوا معايا راه عندي ربطه تاع كرافس، ربطه صغيره، نحيت غير الاغصان تاعها، ما ديتش الاوراق تاعها. ربطه تاع الكرافس نحيت الاغصان تاعها، غسلتهم وقطعتهم بهذا الحجم، يعني بهذه الكيفيه. وهذوما راح نزيدهم في المرق تاعنا كي يبدا يغلي. دوك تشوفوا معانا ما ناخذوش هنايا الاوراق، ناخذوا فقط الاغصان. كيما كنتو تشوفوا معايا، شوفوا معايا هنا بدا المرق تاعنا يغلي. واش ندير؟ نجيب هذوك القطع تاع الكرافس اللي كنت قطعتهم بهذه الطريقه، ونزيدهم كامل مع هذاك المرق عادي، نزيدهم هكذا مع المرق. واش ندير هنا تاني؟ هنا نزيد كميه تاع الملح، عفوا كميه تاع، نعم نزيد الملح وكميه تاع الثوم. هنا هذا الثوم، نزيد كميه تاع الثوم، ونزيد كميه تاع الملح، خاطر من قبل ما درتش الملح. هنا راح نملح غير شويه هكذايا على حسب المرق اللي عندنا، ونخلي هذاك الكرافس يطيب معنا. كي يطيب معنا هذاك الكرافس نزيدو هذوك الكوريات تاع اللحم. هنا راح نخلوه يطيب معنا الكرافس، ندو غير الاغصان تاعو. هنا رانا رجعنا للطنجره تاعنا ونشوفوها، يعني هنا راه طاب الكرافس تاعنا. بعد ما طاب هذاك الكرافس واش نديرو؟ نجيبو هذوك الكوريات اللي كنا خدمناهم ونحطوهم في المرق بهذه الكيفيه، نحطوهم كلهم ونخلوهم يطيبوا على نار قليله. نقص الفرن هكذا، نحطوهم كامل. هنا راه طايب الكرافس، هنا حبيت انا فضلت نديرها بالكرافس. علاش؟ يعني باش ولادنا يتعلموا ياكلوا الكرافس، ومام الكرافس عنده منفعه كبيره للناس الكبار يعني. واللي ما يحبش الكرافس يقدر يدير زيتون، يقدر يدير اي نوع خضار، جلبانه مثلا، اي نوع خضار اخرى يحبها. ولكن انا فضلت الكرافس احسن شيء، يعني واحد يعلم ولاده ياكلوا الخضار، من بينها الكرافس اللي فيه منفعه كبيره كبيره، يعطي طاقه كبيره للجسم الكرافس. هكذايا بعد ما حطيناها نخلوها هكذا تطيب. وكي طيب معنا هاد الكوريات نطفيو على الفرن تاعنا بهذه الكيفيه، خلوها تطيب، ما تطولش تطيب. هذيك الوصفه تاعنا خياتي العزاز بعد ما اصبحت جاهزه معنا. هنايا كلش راه طايب، شوفوا لي قلت انا هاملك ما شاء الله. وهاي لك لهذاك الكرافس. هنا راح نطفي عليها الفرن. ها هو الطبق تاعنا بعد ما اصبح جاهز معنا خياتي العزاز. راكم شفتوا معنا غير بشويه تاع دجاج مرحي، وزدنا معاه كرافس، دوزلنا هذاك الدجاج مرحي، دوزلناه بسم الله ما شاء الله كيما يحب الخاطر. زدنا له الكرافس، اللي ما يحبش كرافس يقدر يزيد معاه حميصه، جلبانه، بطاطا، زيتون، كيما يحب خاطركم ديروا. انا فضلت الكرافس لانه يمنح الجسم الطاقه والحيويه، يعطيه طاقه مليحه. وزيد بزياده نزيدو نعلموا ولادنا ياكلوا الكرافس، فيه يعني منافع عده لا تحصى. خياتي العزاز في الاخير نتمنى انه هذا الطبق يكون نال رضاكم واعجابكم. جربوه ما راحش تندموا. يعني باقل الامور نديروا فيها طبق بسم الله ما شاء الله. ما تنساوش خياتي دعموا قناتي بلايك وبالاشتراك، وان شاء الله الى فيديو اخر. مع السلامه.